معاكم ميسون من قناة سموز لوك. النهاردة هنتكلم عن برفان انكانديسانس من ايفون. حلقة جميلة قوي، حلقة ريحتها حلوة قوي، حلقة منعشة، حلقة مهمة جدا لكل البنات اللي بيحبوا البرفانات وبيحبوا الروائح الجميلة وبيحبوا يهتموا يشتروا ايه للبنات اللي داخلة على جواز، السيدات اللي بتحب البرفانات وتحب انها تجيب برفانات وتعتقها. بجد الحلقة مميزة قوي، وزي ما قلت لكم ريحتها حلوة قوي برضو. تابعوا معايا يلا الفيديو للاخر، بس الاول ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. زي ما انا قلت لكم في بداية الحلقة يا بنات، النهاردة هنتكلم على برفان انكانديسانس سولي من شركة ايفون. البرفان ده هوصف لكم الاول ريحته عشان يكون لو اي حد حابب ان هو يشتري البرفان يبقى عارف هو ريحته عبارة عن ايه. طبعا البرفان ده يا بنات ريحته شوية هنقول ان هو برفان زهري على فواكه، يعني داخل في تكوينه الزهور على الفواكه. الفاكهه الباينه قوي او اللي ريحتها باينه قوي في البرفان ده اللي هي الخوخ، تمام. وكمان داخل معاه زهور، يعني هو في ريحه زهور خفيفه قوي قوي، خلاص، مع ريحه الفواكه اللي قلت لكم عليها، ودي هتحسوها قوي. يعني ريحتها واضحه، فاكهه الخوخ ريحتها واضحه قوي، خلاص. بالنسبة للفواكه اللي فيه، هي فواكه حمضية، وفي برضو يعني بتحسي احساس شجري، بتحسي احساس كريمي فيه. هو خليط كده، مزيج بصراحة بالنسبة لي انا يجنن. ريحته انا بالنسبة لي انا شايفاه ان هو هايل، يعني ريحته بالنسبة لي انا مسميها ريحة الانتعاش. ريحته مبهجة جدا. اول ما بترشي البرفان من اول رشة ريحته مبهجة جدا جدا. من اول رشة بترشيها بتحسي ببهجة وبتحسي بانتعاش وبتحسي بنظافة. انا بعشق الرشة الاولى في البرفان ده يا بنات. اول ما بيهدى شوية بيقلب شوية على ريحة صابون وشاور، ودي برضو بنقول عليها ريحة النظافة، يعني انت طول الوقت ريحتك حلوة، انت شامة نفسك طول الوقت. درجة ثباته هنقول ان هي ثباته خفيف، مش هنقول ان هو ثباته، او هنقول مثلا من خفيف من المتوسط، مش هنقول ان هو ثباته قوي على الرغم ان هو اودو بيرفيوم. ولكن هو ريحته مش قويه، يعني معظم البرفانات اللي احنا متعودين عليها الاوتو بيرفيوم بتكون ريحتها قويه جدا، لكن ده لا، ريحته او ثباته عالي قوي. لكن ده لا، هو ما بيثبتش مثلا يومين او حاجه في الهدوم، وما بيثبتش 24 ساعه على الجلد، لا، هو ممكن يثبت حوالي 4-5 ساعات في الهدوم وساعتين 3 في الجلد. هو ده كده ماكسيمم. عشان كده بقول لو هاجي اقيمه بالثبات هو متوسط الثبات. ممكن يكون برضو بالنسبه لبعض البنات ثباته خفيف. ريحته هاديه جدا، ريحته رقيقه جدا. الازازه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يا بنات 50 ملي، هي مش كبيره بصراحه، على الرغم ان هو سعره 175 جنيه دلوقتي، وصف سعره كده. وزي ما انتوا شايفين كده الازازه صغيره، الازازه مش كبيره خالص، يعني ممكن تقعد حوالي 6 شهور لو انا هستخدمها بشكل يومي. خلاص. لو حابين ان انتوا تجيبوا البرفان ده وتشيلوه وتعتقوه طبعا هيبقى تحفه، يعني حاجه جميله جدا للبنات اللي داخله على جواز او عايزه تجيب برفانات في جهازها. بيتشال ويتعتق، بيبقى تحفه، خلاص. الواضحه قوي في ريحته كريمي. البنات اللي بتحب الروائح الكريمي ده ريحه البرفان ده كده كريمي، ريحته كريمي. زي ما انتوا شايفين شكل الازازه بتاعته شكلها شيك جدا، يعني لما البنوته تكون داخله برضو على جواز وتحب ان هي تحطها على التسريحه بتاعتها، بصوا شكلها عامل ازاي، مضلعه كده من تحت، وشكلها شيك قوي قوي. لو هنيجي نرشها بصوا ريحتها، بصراحه يا بنات انا بعشق ريحتها، يعني لو حبينا ان احنا نجربها ريحتها تحفه، ريحتها فعلا تجنن يا بنات. انا بصراحه بعشق ريحتها، يعني ريحتها جميله وتستاهل بصراحه ان انا اجيبها واحطها عندي في على التسريحه، او عندي في جهازي، هجيبها واشيلها شويه واعتقها. يعني بصوا اول شوفوا انا دلوقتي رشيت اول رشه منها، لا بجد جميله جدا جدا جدا، يعني مهما وصفت من جمالها الوصف اللي انا وصفته ده ولا حاجه من حقيقتها، هي فعلا تستاهل.
في من الانكانديسونس دي سولي. سولي دي كلمة فرنسية، هنقول ان هي شوية يعني معناها، يعني هم مسمينه المشمس او سولي يعني بمعنى شمس. فمن كتر الانتعاش اللي البرفان ده بيعمله لما بتترش، فهم مسمينه سولي. في منه حاجة تانية انجوي بينزل، دي برضو من الحاجات اللي ممكن ارشحها في المرتبة التانية بعد سولي، هي فواكه، ريحة الفواكه الحمضية. وفي منه النوع التالت او الريحة التالتة اللي هي اللوتس، بتبقى خفيفة جدا، وبصراحة انا ما حبيتهاش، وتكاد تكون ما بتثبتش، خفيفة جدا يعني بترشيها كأنها ما بتثبتش. فانا بالنسبة لي افضل ريحة هي الانكانديسونس اللي هي السولي. زي ما قلت لكم ريحتها شجري وبرفان زهري على فواكه، ريحتها هادية، ثباتها معقول، حجمها 50 ملي. لا بصراحة يعني انصح البنات لو هيختاروا من برفانات ايفون تبقى دي من ضمن اختياراتهم. وانا جبت حاجات تانية على فكرة بنات من ايفون ان شاء الله. استنوني في فيديوهات تانية هقول لكم كل المشتريات بتاعتي وتقييماتي في منتجاتهم، الحلو هقول عليه برضو والوحش وبكل امانة زي ما متعودين معايا. ودي كانت حلقتنا النهاردة في تجربتنا مع انكانديسونس السولية من شركة ايفون. واستنوني في حلقة جديدة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.